اهلا بيكم. هنعمل وصفه سهله وبسيطه، يلا بينا. اول حاجه محضره طاسه فيها زيت سخن على النار. جبت عندي 4 بطاطسات كبار، قطعتهم مكعبات زي ما انت شايفه بالشكل ده، ونزلت بيهم في الزيت السخن. هسيبها بقى لحد ما تبتدي تتحمر. محضره بعد كده حله على النار، نزلت فيها معلقه كبيره من السمنه البلدي ومعلقتين كبار من زيت الذره. اكون مقطعه عندي 3 بصلات متقطعين شرايح رفيعه زي ما انت شايفه بالشكل ده. هبتدي اقلب فيهم لحد ما تاخد معايا اللون الذهبي. بعد كده اكون مقطعه عندي صدور فراخ قطع صغيره زي ما انت شايفه بالشكل ده، نزلت بيها على البصل. هبتدي اقلب فيها. بعد كده هكون محضره عندي فلفل اخضر، لو عندك فلفل الوان بيبقى حلو قوي معاها. هبتدي اقلبهم مع بعض. هبتدي بقى اتبلها، عندي بقى ملح وفلفل اسود وبابريكا. هبتدي اقلب فيها بالشكل ده، اسيبها لحد ما تبتدي تستوي معايا. بعد ما البطاطس اتحمرت واخدت اللون الذهبي هطلعها عندي على مناديل المطبخ، بقت جاهزه معايا. ديت الفراخ بعد ما اخدت السوا. محضره بقى عندي طاجن، هبتدي انزل بقطع البطاطس في ارضيه الطاجن بالشكل ده كده، وهنزل عليها بقى بخلطه الفراخ اللي انا عملتها. طبعا كل حاجه عندي هنا مستويه. معاكي قناه مطبخ فوفا، لو اول مره تشوفيني يلا اشتركي عندي وفعلي الجرس علشان كل جديد يوصلك باذن الله من وصفاتي. نزلت بالخلطة الفراخ مع الفلفل والبصل على البطاطس. ابتدي اوزعها كويس، واكون مولعه الفرن على درجة حرارة 180 درجة. اغطيها الاول بورقة زبدة مع ورقة فويل، وهدخلها الفرن. هتاخد تسوية، هي طبعا كل حاجة مستوية، هتاخد بس تسوية في حدود ربع ساعة لحد ما البطاطس عندي تاخد من طعم الفراخ. انا عاملة معاها رز ابيض، وجبة كاملة متكاملة بجد، طعمها خطير يا جماعة. هدخلها الفرن، اول ما هتطلع هتبقى معايا بالشكل ده. مش عايزة اقولك بقى على الريحة والطعم، بجد خطيرة. محضرة عندي بقى رز ابيض، هبتدي اغرف. طعمها خطير، مستوية، طعمها حلو قوي، سهلة جدا. لو انتي راجعة من الشغل ومحتارة تعملي اكل ايه، هتعمليها هتاخد معاكي في حدود نص ساعة بالظبط، هتكون جاهزة معاكي زي ما انت شايفة بالشكل ده. هتعجب اي حد يدوق منها. لو عجبتك اكتبي لي في الكومنتات، واستنيني في وصفات تانية كتير بإذن الله هنعملها مع بعض. وما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة علشان كل جديد يوصلك. وألف هنا وشفا. السلام عليكم.